في الفيديو ده هعلمك ازاي تحول أي شخصية واقعية أو حتى صورتك انت إلى كرتونية 3D. ومش بس كده، وكمان بتتكلم زي ما أنا بتكلم كده. فركز معايا للآخر عشان تستفاد، وما تنساش لايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. تفتح اي متصفح عندك على الجهاز وهتيجي عند السيرش هنا وهتكتب صورة بالشكل ده، واول خانة عندك على اليمين زي ما انتم شايفين كده هنضغط عليه بالشكل ده. هيفتح بقى معاك الواجهة اللي انتم شايفينها دي، وكمان ينفع انك تستخدمه على الاندرويد والايفون بكل سهولة. يعني تقدر انك تحمله على التليفون عادي بكل سهولة واللابتوب والكمبيوتر. ومن هنا بقى احنا هنحول الصور بتاعتنا او اي صور الى شخصيات 3D كرتون، وهوريك ازاي تستخدمه. هتدوس هنا عشان تسجل دخول على الموقع، وهو تبع شركة شات جي بي تي، تبع اوبن اي اي اللي مخترع شات جي بي تي. هتيجي هنا تدوس عشان تسجل دخول فور فري. هيفتح معاك كذا اوبشن لتسجيل الدخول زي ما انتم شايفين كده، تقدر تختار المناسبة معاك. وانا النهارده هسجل بجوجل عادي، وبعد ما بتسجل هيفتح معاك الواجهة كده، وانك انت كده تم تسجيل الدخول بنجاح وهتقدر تستخدمه. وهتلاقي بقى صور كتير قوي معمولة عليه، تقدر انك تشوفها وتتفرج عليها وتاخد افكار بجودة حلوة قوي، وكمان تقدر انك تعمل زيها وتعمل اشكال كتير زي ما انتم شايفين كده. النتائج الموقع تحفة قوي، تقدر انك بقى تتفرج عليهم وتشوفهم. وفي ناس كمان بتعمل اعلانات الصور بتاعتها من خلال موقع صورة. هتيجي هنا بقى وهوريك ازاي تستخدمه. هتدوس بقى هنا زي ما انتم شايفين كده، هيفتح بقى معاك الخانة دي، ومن الخانة دي بقى هنقدر نعمل الصور بتاعتنا. اول خطوة معانا في الشرح، اول حاجة بقى هتيجي هنا هتختار ايمج يعني صورة، تمام. وبعدين بقى تاني اختيار عندك هتختار المقاس المناسب معاك، مقاس الصورة اللي انت عايزها يكون ازاي، تختار اي مقاس من اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين بقى عندك برضو في النسخة الفري انك انت تطلع صورتين او صورة واحدة. الاربعة للاسف مش متاحة في النسخة الفور فري، فحلو قوي صورتين وصورة حاجة كويسة جدا، وهنشوف هنجرب الاتنين النهاردة. هتيجي بقى من هنا عشان تحمله، عندك كذا اوبشن انك هتحمله الصورة من على الجهاز عادي سواء صورتك او اي صورة تانية. هنضغط هنا بالشكل ده، وهبدأ بقى اوافق على كل الاختيارات اللي انتوا شايفينها قدامكم دول. هتوافقوا هتعلموا عليها كده صح بالشكل ده، وبعدين هتدوسوا هنا وتبدأ بقى تختار اي صورة من عندك على الجهاز حابب تحولها 3D كرتون. زي ما انتوا شايفين كده انا اهو اخترت الصورة من على الجهاز اهو، وهتبدأ دلوقتي اهي تحمل معايا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده صورة واقعية جدا. وهبدأ هنا اكتب له البرومت البسيط ده ان هو يحولها لي ل 3D، وهسيبه لك تحت في الوصف. وهضغط هنا وهو هنا بقى بيقول لك هتسميها ايه. اختار اي اسم عادي مش فارقة زي ما انتوا شايفين كده. هكتب مثلا احمد، وبعدين هدوس هنا الاسم ده حد مستخدمه. طب هزود مثلا كام رقم تاني، هدوس هنا برضو حد مستخدمه. تعالوا معلش نزود كام رقم تاني. انت بتختار اي اسم عادي عشوائي زي ما انتوا شايفين كده اهو. طب كويس اهو الاسم هيتعامل معانا، والصور اهي اتعملت معانا بكل سهولة. طلع لي صورتين بجودة احترافية جدا وشبه الصورة اللي انا بعتها له بالظبط، يعني بجد تحفة. تقدر بقى تختار المناسبة ليك. انا عجباني دي اكتر، على حسب بقى ستايلك او المحتوى اللي انت بتقدمه هتختار المناسبة معاك، وهتبدأ تنزلها بكل سهولة من على هنا. هتدوس هنا وبعدين هتختار داونلود، وكده الصورة نزلت معاك على الجهاز بكل سهولة. زي ما انتوا شايفين النتيجة تحفة قوي واقعية وشكلها جميلة. من صورة واقعية طلع لي 3D بطريقة احترافية. تعالوا كده نحمل له صورة تانية ونشوف هيعملها لنا ازاي. وانا هنا برضو اخترت له صورة وهكتب له البرومت اللي هو بنت قاعدة اهو على المكتب بتاعها، وبعدين هدوس هنا. بس هنا بقى طلبت ان هو يعمل لي صورة واحدة، وهشوف بقى هيعملها لي ازاي. هل هيطلعها لي بأني شكل فيهم؟ وزي ما انتوا شايفين طلعها لي كرتونية جدا. فالافضل ليك انك تختار انك
تعمل صورتين عشان يطلع لك الاتنين دول وانت تختار ما بينهم الافضل المناسبة ليك كمان. تعالوا كده نعمل صورة تالتة ونشوف هيعملها لنا ازاي. وهنضغط هنا برضو وهنحمل له الصورة زي ما انتوا شايفين كده هي بتحمل معانا، وهكتب له برضو نفس البرومبت بس المرة دي انا مختارة صورتين وبعدين هضغط هنا، وهنشوف دلوقتي النتائج هتطلع ازاي. وزي ما انتوا شايفين طلع لي صورتين بنتائج احترافية جدا بجد تحفة، شبه الصورة اللي انا بعتها له بالظبط. تبدأ بقى تختار اي صورة من اللي انت عايزها من دول كده وتنزلها بكل سهولة، والافضل ليك انك تختار ان هو يعمل لك صورتين وانت تختار بدل ما يطلع لك صورة واحدة. زي ما انتوا شايفين كده بتختار الصورة اللي عاجباك وبتبدأ تنزلها عشان دي اللي هنشتغل عليها ونحولها لفيديو متكلم نيابة عنك. وده تاني موقع معانا هنستخدمه في تحويل الصور دي لفيديوهات متكلمة مع الصوت، يعني هنرفع له الصوت والفيديو وهيخليها لنا تتكلم. هندوس هنا عشان نسجل دخول على الموقع. زي ما انتوا شايفين كده بتضغط هنا وهندوس على جوجل، عندك برضو كذا اوبشن بس انا سجلت بجوجل وهيفتح معاك الواجهة البسيطة دي. هتيجي هنا عند افاتار وهتضغط عليها بالشكل ده، هيفتح بقى معاك الواجهة التانية. تقدر هنستخدم افاتار ده وافاتار فيديو، هيفتح معاك بالواجهة اللي انتوا شايفينه ده. وهنيجي هنا هنضغط على دي زي ما انتوا شايفين كده عشان نعمل الافاتار بتاعنا، وهو هنا فتح معاك الواجهة دي وبيقولك على الطريقة الصحيحة اللي ترفع بيها صورة الافاتار، ان يكون الوش ظاهر وبايب، ما يكونش بالاشكال دي اللي هو يكون لابس نظارة او يعني مشوش كده. هنيجي بقى نحمله الصورة اللي احنا عملناها بالشكل ده تمام زي ما انتوا شايفين كده، وهندوس هنا هيفتح معاك دي. هندوس هنا برضو وهتبدأ بقى انك تسمي الصورة دي اسم وتديها عمر. هنيجي هنا مثلا هنكتب فاطمة تمام، وبتبدأ بقى تاني حاجة بتختار عمرها، عايز العمر قد ايه، بتختار بقى اي حاجة هو من عندك زي ما انتوا شايفين. واوريدي هو عمل لي دي اوتوماتيك. وبعدين هضغط هنا زي ما انتوا شايفين كده هيفتح معاكي الواجهة دي. بتختار بقى اي صوت من هنا يكون بالعربي، اي حاجة مش فارقة. اهو زي ما انتوا شايفين اخترت هنا وبعدين دوست هنا وكده عملنا الافاتار بتاعنا بكل سهولة. هنرجع بقى للصفحة الرئيسية زي ما انتوا شايفين وهنضغط على افاتار فيديو، هنضغط عليها بالشكل ده وهيفتح معانا الواجهة دي. هنيجي بقى عشان نحول الافاتار بتاعنا الفيديو هندوس من هنا ونختار الافاتار بتاعنا اللي احنا سجلناه باسم فاطمة زي ما انتوا شايفين كده اهو. وهنيجي بقى هنا عشان نحمل الصوت، تقدر انك تسجله الصوت وتقدر انك تكتبه عادي او تعمله بالاي اي وهوريك ازاي. هتيجي من هنا وتحمله الصوت من على الجهاز بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. انا اهو اخترت الصوت تمام. بتختار الصوت سواء انت اللي مسجله او عامله بالاي اي وهوريك ازاي تعمله بالاي اي. وانا دلوقتي اهو حملت له الصوت وهعمل هدوس هنا زي ما انتوا شايفين اهو الصوت اتحمل معانا والصورة معانا. هنيجي هنا وهنختار الاختيار التاني لان هو الفور فري معانا زي ما انتوا شايفين، والجودة هنسيبها 720 زي ما هي. وبكده بكل سهولة احنا يعتبر خلصنا. هندوس من هنا وهيبدأ يعمل لنا الفيديو بتاعنا بكل سهولة، ما بياخدش وقت خالص. وتقدر تختار المقاس المناسب معاك سواء بالطول او بالعرض. هيبدأ هنا بقى يجهز لنا الفيديو في خلال دقيقة او ممكن اقل كمان بكل سهولة. اهو الفيديو طلع معانا، تعالوا كده ندوس عليه ونشوفه مع بعض ونشوف هيكون شكله عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين كده هنضغط عليه. في الفيديو ده هعلمك ازاي تحول أي شخصية واقعية أو حتى صورتك انت إلى كرتونية 3D. ومش بس كده، وكمان بتتكلم زي ما أنا بتكلم كده. فركز معايا للآخر عشان تستفاد، وما تنساش لايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. زي ما احنا شايفين النتيجة طالعة خرافية جدا، الصوت مع الكلام، فبجد هيبقى مناسب جدا للناس اللي مش حابة تظهر بوشها او تقدم محتوى بنفسها. فمناسب جدا ليها انها تعمل افاتار زي ده وتقدم المحتوى نيابة عنها. هتيجي بقى علشان تنزله بكل سهولة انك انت هتضغط على الثلاث نقط دول وبعدين هتضغط على داونلود وهينزل معاك على الجهاز بكل سهولة.
وبكده بقى انت تقدر تبدأ بصناعة محتوى بكل سهولة. تعالوا بقى اوريكم ازاي تعملوا الصوت برضو بالذكاء الاصطناعي. تخش على جوجل AI ستوديو وبعدين بتختار الخانة دي، وهنا بقى هيفتح معاك الواجهة لو انت هتعمل كذا شخصية، بس احنا هنعمل شخصية واحدة بس، فهنضغط هنا زي ما انتم شايفين كده. من هنا هنكتب النص بتاعنا، وبعدين من هنا هنختار الصوت سواء رجل او ست اللي انت حابه اللي يقدم المحتوى عنك، وتقدر تحول الموقع باللغة الإنجليزية واحنا اتكلمنا عنه قبل كده كتير. وانت هنا بقى هتيجي هنا هتختار بقى الصوت اللي انت حابه، وتقدر تسمع كل الأصوات دي وتختار المناسب معاك. انا مثلا اخترت الصوت ده، وبعدين هاجي هنا وهكتب له النص اللي انا خليت الشخصية تقوله. تمام. وزي ما انتم شايفين كده كتبت له النص بالشكل ده، وهدوس هنا تحت، وخلال الثواني هتلاقيه عمل لنا اهو. تعالوا نسمعه مع بعض. في الفيديو ده هعلمك ازاي تحول أي شخصية واقعية أو حتى صورتك انت إلى كرتونية 3D. ومش بس زي ما كده، انتم شايفين الصوت طالع واقعي جدا. هتيجي عشان تنزله بتدوس هنا، وبعدين هينزل معاك على الجهاز بكل سهولة. سواء حابب تعمل الصوت بنفسك او بالذكاء الاصطناعي، فالاتنين متاح معاك بشكل مجاني. بقى اشرح لكم طريقة تانية في عمل الصور غير موقع صورة. هتدوس هنا هنفتح موقع ويسك واتكلمنا عنه كتير قبل كده، وهنا بقى هنعمل شخصية. هنكتب له البرومبت وهنختار المقاس وهندوس على السهم ده. لو انت مثلا حابب تختار موقع تاني غير صورة فانت معاك ويسك، وزي ما انتم شايفين بيطلع نتائج احترافية. ولو النتيجة ما عجبتكش بتدوس على السهم تاني وهيطلع لك نتائج تانية. انا عجبتني الصورة دي فهنزلها. يبقى انت كده معاك موقعين لإنشاء الصور. تقدر بقى تنشئ صور براحتك بشكل مجاني زي ما انتم شايفين كده. انت دلوقتي شرحت لكم موقعين وكنا متكلمين عنهم بكل سهولة. تعالى بقى نفتح الموقع تاني عشان نحوله الفيديو. هنيجي هنا بقى على افاتار فيديو. تمام. وبعدين هتختار بقى الصورة عشان نحولها الفيديو. طبعا الاول بتعمل خطوة الافاتار اللي احنا شرحناها. تمام. وبعدين بتختار بقى الصورة زي ما انتم شايفين كده، وهي الصورة حملت معانا. وهنختار مثلا المقاس المناسب. انا اخترت المقاس المرة دي بالعرض. وهنيجي بقى نحمل له هنا الصوت اللي احنا عملناه من على جوجل AI ستوديو. تقدر برضو تسجل انت بصوتك عادي جدا زي ما انتم شايفين كده، وتحمل الصوت معانا بكل سهولة. وهتضغط هنا وبقى الصوت متاح والصورة متاحة. هتيجي هنا بقى وتختار هنا زي ما انتم شايفين كده، وكده بقى معانا الصوت والصورة. هنضغط هنا وخلال برضو ثواني وهنلاقي الفيديو بقى جاهز معانا. وبكده بقى بكل سهولة تقدر تعمل بشكل مجاني تحول صورك او اي صور AI الى فيديوهات متكلمة. تعالوا نشوفه مع بعض هيبقى عامل ازاي. هنضغط عليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنضغط هنا. مرحبا بكم في قناة AI Money بالعربي. أنا بحبكم قوي وهشارك معاكم كل جديد في عالم الذكاء الاصطناعي يا أصحابي، وهستنى لايك واشتراك بتاعكم الجميل. النتيجة طالعة جميلة قوي. وكده احنا وريتكم كذا طريقة زي ما انتوا شايفين، وبشكل مجاني بتقدر تحمله بكل سهولة. ولو عجبك الشرح بقى ما تنساش تعمل لايك واشتراك علشان يوصلك كل جديد في عالم الذكاء الاصطناعي، وشارك الفيديو مع اصحابك عشان اشارك معاكم مواقع اقوى.